رايحين دبي النهارده. طبعا دبي هي عاصمة اللكجري، فان شاء الله استنونا في حلقات مختلفة على قناة ماستيك ارت على اليوتيوب. احنا في المطار حاليا والطيارة فاضل عليها حوالي ساعة مثلا. طبعا مؤمن هو اخويا، هو اللي معايا في اسسنا مع بعض قناة ماستيك ارت. مؤمن لو ما بتشوفوش كتير هو بيهايند كاميرا. عايز اقول لكم حاجة، احنا اول مرة بالرغم من ان احنا اخوات بقالنا قد ايه؟ خد بالك قد ايه؟ انا 27 سنه و 28 سنه. 27 سنة من عمر مؤمن، وبالنسبة لي انا اكتر شوية. المهم اول مرة احنا الاثنين الاخوات نسافر مع بعض. طبعا احنا في مطار حمد انترناشونال ايربورت، المطار كبير جدا عايز اقول لكم. عشان كده هم عاملين فخم قوي. طبعا في المترو الفظيع ده، بس احنا ما ركبناهوش وقلنا نتحدى ونعمل رياضة على اول الصبح كده. يعني الساعة حاليا الساعة 5 الا دقيقة، فعايزين نروح دبي كده ان شاء الله بكل نشاط وهمة وحيوية. وصلنا دبي. حاجة زي كده في مصر على فكرة. خدت بالك؟ الباب يفتح في الأول بس الناس تنزل وبعدين يقفل وبعدين الباب يفتح عشان الناس نعمل كده في مصر. طيب احنا مبدئيا الحمد لله السواق جالنا بسيارة انفينيتي. هنشوف الطريق عامل ازاي، يا رب ما يبقاش زحمة. floor. خروجه رسميه يا جماعه مع البرو. هنا الباركنج كله في دبي بفلوس طبعا، فانسى انك انت تركن فري مثلا او تحاول تستهبل كده ولا كده. ولو ما دفعتش ايه اللي يحصل؟ فاين 150. وش كده مفيش هزار يا جماعه. حاجه بقى في دبي دي جي اي فانتوم بتتباع عادي جدا يا جدعان، بالكاميرا والجيمبل بتاعها. مافيك برو عادي جدا في وسط المول يا جماعه بتتباع. فيرجن ميجا ستورز عادي يا جماعه جدا. دي جي اي فانتوم برو بلس كمان الجديده بتاعت المافيك لو انت ضيعتهم. والباتري تشارجنج هاب كمان، لو عندك اكتر من بطاريه ممكن تشحنها. سمارت باتري بتاعت الفانتوم. ده اللي بقولك عليه يا مؤمن، الدي جي اي اوزمو موبايل. ده الجيمبل بتاع الموبايل، فانكشنال قوي. طبعا مع الكنترولر بتاعه بيتحكم في التليفون. ده ستابلايزر اكيد 250 درهم. في الاوزمو بس دي القديمه. ده كام؟ 250 درهم. ايه 250 درهم 1250. دي الاوزمو بلس، دي اللي فيها الزوم، دي الجديده. دي هايله قوي دي. 2800 هايله قوي دي اللي فيها الزوم. دي فانكشنال قوي. تجيب لها كمان الميكروفون بتاعها. دي حتى في الفلوجينج والحاجات دي احسن من الجو برو بكتير. مع ستابلايزر، وفيها كمان عندك 3.5 اكس زوم، اوبتيكال زوم مش ديجيتال. ومعاك طبعا الميكروفون بتاعها بتحطها فيه، الميكروفون بيركب كده يبقى طالع منها كده.
بس انت اوكي بس وانت بتفلوت او حاجه بيبقى قريب منك. اوكي. ده الاكستنشن ارم بتاعها بحيث انك انت ممكن تطلع فيها تبقى طويله. تستخدمها ككرين مثلا. What are you doing now? Choosing the track? He will mix it up. Just concentrate. Second track again. He will switch this off and وصلنا في اهم لوكيشن من ابل ستور. نطلع على طول عملنا فور. نشوف العرض هيبدا كمان دقيقه بس. هناك كده اوبرا دبي، وهنا برج خليفه. تاني يوم في دبي. تاني يوم في دبي. صحيح النهارده بدري. 4 درهم داروا يا جماعه. بوابات التعرفه المروريه دي لو انت عندك مثلا مشوار هتروح وترجع وتروح وترجع وتروح وترجع، هتعدي لك مثلا على طريق الشيخ زايد مثلا 4 5 عادي في 4 درهم. رحت رجعت 4 5 مرات في اليوم عادي مفيش مشكله. يعني حضر نفسك وحضر محفظتك وحضر كل حاجه. هنركب عجل. ناخد 3 حضرات مع بعض. لازم بنديله الارقام بتاعت كل واحده عشان يدخلها على احساس مختلف تماما بجد يعني. لا دبي بجد مختلفة للأسف الشديد. احنا في بلادنا، أنا بتكلم عن مصر تحديدا، للأسف في بلادنا العربية عموما بنبص لأي حاجة غريبة إنها إيه ده، ونقعد ننتقد ونقعد نعمل. نسبة 90% من الموجودين أجانب بيبصوا للموضوع ده، ما بيبصولهوش أصلا لأنه عادي. يعني أنت عايز تعمل أي حاجة اعملها، يعني عايز تمسك كاميرا وتصور نفسك اعملها، عايز تعمل فلوجينج وانت راكب عجله زي كده اعملها براحتك. للاسف الشديد احنا محتاجين جدا الثقافه دي، محتاجين جدا ان احنا نغير الثقافه دي في بلادنا بصراحه. فكره ان اي حد بيعمل حاجه ايه ده بص بيعمل ايه، بص ايه القرف ده، ايه مش عارف ايه اللي بيعمل. كل واحد عايز يعمل حاجه في حاله تماما. اعمل اللي انت عايزه، محدش ليه علاقه، محدش ليه دعوه عنك طالما انك مش هتضر نفسك ولا هتضر حد. دي اجمل حاجه في دبي. قررنا نلعب بولينج.
الأميرة راشا محمد عبد الحميد. احنا دلوقتي في إماراتس مول وقدامنا أبل ستور. تعملي ايه في أبل ستور؟ والله موبايلي خربان وجاي The camera's not working. برودكتس واللكشري ايفنتس في قطر. بالظبط. هاي ايوه بالظبط كده بالظبط كده. أهم حاجة البداية. هي دي It's بالظبط. not the numbers, it's the value. Always remember. If you focus on the numbers, you go crazy. Just focus on the value. Guess. It's a secret. فين؟ But I can give you معلومة كده inside it. ديروا بالكم I love your energy وفي هلا بمصر كثير في chance انه تكبروا. The YouTube world is growing, it's the future. Stick to it. It's tiring, it's but it's worth it. بالظبط. Thank you guys. باي. سي يو. انت مش انت وانت في الجاكوزي.